بعيدا عن الاهلي والزمالك، في كلمه حق لازم تتقال. رغم الغرامه على الزمالك بسبب ان شيكابالا هدد بالانسحاب وناصر الاسطوره ذبح جمهور الاهلي بايده، واحمد سليمان اللي كسر بروتوكول وتعليمات مراسم التتويج والهيصه اللي حصلت دي كلها، الا ان الزمالك ليه حق عند الكاف. طب ادينا اللقطه طيب وورينا ايه المشكله. بص يا سيدي، قصاد كل المخالفات اللي الزمالك عملها، في مخالفات اقوى من كده، والكلام هنا على فرق تانية، لكن المفاجاه هنا ان الغرامات والعقوبات اللي توقعت على نادي الزمالك اقل من العقوبات اللي توقعت على الفرق دي. زي مثلا مباراه ابو سليم الليبي ونهضه بركان، كانت الغرامات ما تعديش ال50,000 دولار بسبب توقف اللعب اكتر من مره ودخول افراد الجهاز الفني لارض الملعب، وكمان عقوبه اتحاد العاصمه الجزائري بغرامه 40,000 دولار بعد امتناعه لعب ماتش الاياب ضد نهضه بركان المغرب. وعلى فكره الكلام ده كان في نص نهائي الكونفدراليه، وده اكبر واقوى من التهديد بالانسحاب. ده غير الوداد المغربي اللي اتعاقب بغرامه 35,000 دولار بعد ما رفض استكمال مباراه الترجي التونسي في ماتش العوده نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2019. طبعا هنا التفسير الوحيد للكلام اللي حصل في الزمالك ده ان الكاف هدد الزمالك قبل كده بسبب مخالفات سابقه، وحذروا الزمالك بان لو حصل تجاوزات تاني هيتم تغليظ العقوبه، وتقريبا وبنسبه كبيره ده اللي حصل في نادي الزمالك.